منها ماركتنج، مش كاتبين اسم البراند بتاعتهم ولا البراند دي بتعمل ايه، مسج مكتوبه بالعربي منفي. يعني ممكن ناخد نقطة لصالحها في الحتة اللي هي بتقول فيها ان انت تكلم الشخص اللي عايز يعمل لك الاعلان، تكلمه من البيج اللي انت عاملها، يعني تكلمه من موقع الشغل بتاعك، يعني ما تكلموش من البرايفت اكاونت. دي صح. ندخل بقى في بقية الكلام. انا كواحد، انا مش هعتبر نفسي بقى واحد بيعمل فيديوهات وبتاع، انا حتى ما بقولش على نفسي الانفلونسر ولا بلوجر، عشان يعني احنا مش كده، و99% من الناس اللي على الابليكيشنز كلها مش كده، كلها بتاكل عيش ومام. لان انت لو بصيت وركزت هتلاقي ان تلات ارباع الناس مش بتقدم اي محتوى مفيد، منهم العبد لله. فانا ما ينفعش اكون انفلونسر لان انا مش باثر على المجتمع في اي حاجه جامده. انا كل اللي انا بعمله ان انا بضحك الناس او بضيع وقتهم بالمعنى الاصح. وما ينفعش ان انا برضو اكون بلوجر لان انا راجل مش بتاع فاشن ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها. فمن الاخر احنا بناكل عيش وبنقضي وقت جميل، مش اكتر ولا اقل. فما ينفعش انا كواحد جايب واحد يعمل لي شغل لازم اكلمه بالانجليزي، ولازم ان انا ابعت له ميل يكون بروفيشنال، او ادخل اكلمه بالانجلش واعمل له عريضه تليق بمقامه. انا اسف معلش بس عيني اتطرفت. ولو بالعربي فلازم اكتب الكلام كله من غير اخطاء املائيه. ماما، هم مش داخلين يكلموا المتنبي، انت فاهمه؟ اظن لو حد مثلا من الناس المشاهير الجامدين كلمك، ما اظنش ان انت هتركزي هو بيتكلم انجليزي او عربي او مغولي. ولو بيتكلم حتى افغاني هتكلميه بالافغاني والدنيا هتبقى تمام. فجماعه، انا اسف والله، والكلام ده مش انا مش بوجهه ليك انت كشخص، بجد انا بوجهه لناس كتير، لان في ناس كتير يا جماعه، على فكره دي غلبانه، انتوا نازلين فيها سلخ، والله العظيم دي غلبانه. في ناس بجد انتوا لو شفتوهم انتوا مش عارف يعني، في اصوات وحشه هتطلع. خلونا نحط ليميت لنفسنا شويه. جماعه احنا مجرد ناس، انا اسف، بيضيعوا وقت الناس. احنا مش ناس جامده. انا كواحد من الناس ما اقدرش اعلم على حاجه اقول انا علمت الناس تعمل كذا فضفت لهم حاجه ايجابيه في حياتهم. كذلك انت، كذلك انت، كذلك ناس كتير فشخ زيي. احنا ملناش حاجة مؤثرة في المجتمع تخلينا ان احنا نبقى بجحين لدرجة ان احنا ننقي الناس اللي نشتغل معاهم واللي يكلمونا واللي بيبقى بقى اخطاء املائية وبتاع. لا، لا، صباح الفل باشا، روح اعمل لك سبونسر بنص الفلوس اللي هتديها لأي حد يعمل لك اعلان، وهيجي لك شغل اكتر. جماعه الانفلونسرز بيعملوا اويرنس اكتر ما هم بيجيبوا شغل. انا زي الراجل اللي على اول الشارع اللي ماسك ورق كده بيوزعه على الناس، بيقول لهم على فكره في محل اهو. بس انا مش بعمل اكتر من كده. فاللي هيفهمك، عشان في برضه ناس غريبه، انا عارف ان الفيديو طول قوي، انا اسف بس الموضوع قهرني. عشان في ناس برضه يا عيني بتسال تقول لك ايه، جماعه اتعاملتوا مع مين وجالكم من ورا شغل؟ حبيبتي ايه السؤال؟ ابويا انت داخل فين؟ سؤال مش واقعي. انا جاي اعمل لك ايه؟ اويرنس ده اللي هو ايه؟ اقول للناس في حاجه هناك اهي، في واحد بيبيع هدوم، في واحد، بس ده كل اللي انا بعمله. بقيس الطقمايه، بقول لهم بص الساعه الحلوه، بس خلونا واضحين. انا مش بعمل لك الكلام الجمدان لما اعمل لك ستوري او اعمل لك فيديو. انا كده باشا مش بجبي عليك. انت بتبقى باعت لي جيفت او انت بتبقى دافع لي فلوس او ايا كان، شكرا باشا، انا شغال لك. انا في الوقت ده انا شغال لك. فلا يا جماعه يعني، والنبي فككم من تلات ارباع اللي هي قالته، بس مش هقول اكتر من كده يعني. وصباح الفل.